بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم، إيه هي بقى ملة إبراهيم اللي ربنا قرر وحدد إن دي الملة اللي لازم نتوجه ليها ونمشي عليها؟ كان بيعمل إيه إبراهيم؟ خلى أسلوبه ونظامه وملته وطريقته هي المثال اللي ربنا ضربه لنا عشان نمشي عليه، النموذج اللي ربنا عايزنا نبقى عليه. وربنا قرر ان من يرغب عن تلك الملة اللي مش هيعمل زيها كده من الاخر، اللي مش هيعمل زي ما ابراهيم عمل، خلاص سفه نفسه. حاجة واحدة، ملة إبراهيم. إيه ملة إبراهيم؟ إيه أسلوب إبراهيم وطريقة إبراهيم اللي تخلي ربنا سبحانه وتعالى يقرر ده؟ يا ترى السؤال ده إجابته إيه؟ ايه المميز في ابراهيم؟ ابراهيم كان مميز من صغره عليه السلام، كان مميز بانه هو لا يمكن ابدا يصدق اي شيء الا لما يفكر فيه الاول كويس جدا ويشوف الشيء ده فعلا فطرة وحقيقي ولا لا، فان كان يعمله، إن لم يكن آسف. إن شاء الله لو مين اللي بيقولوا أبويا، عيلتي، المجتمع، الناس، المهم ربنا بيقول إيه. هي دي طريقة إبراهيم في الحياة. هو بيستقبل كل يوم زي ما احنا بنستقبل معلومات وحاجات وقصص وحكايات. القصص والحكايات دي ما بتعديش على إبراهيم كده، لأ. إبراهيم بيوقف كل حاجة الأول في غرفة انتظار عنده كده. استني ما اشوفك انت ايه بالنسبة لله. الله موافق على اللي انت فيه ده وعلى الوضع ده وعلى الكلام ده؟ تمام، حلو، نعتمده عشان ما يخشش جوه يضرب لي الفطرة. فعشان كده فطرة ابراهيم كانت سليمة وفضلت سليمة وماشي على النظام ده. فيجي ربنا سبحانه وتعالى ملة إبراهيم تبقى بالنسبة له المثال اللي يقول اعملوا زيه، لأن ده أقصر طريق لأن الإنسان يبقى عظيم وقائد، والدنيا تبقى بالنسبة له ما يعني تحدي، لعبة وبتعدي. لكن إن احنا أي كلام يتقال لنا حتى لو ما اعترضتيش عليه، انت ممكن ما تعترضيش عليه بس ما تسيبيه يعدي. يعني كلام كده بيتقال على اي حاجة يا جماعة، على الصحة، على الفلوس، على الجواز، على الخلفة، على الحمل، على الولادة، على التعليم، كلام بيتقال يوميا. ملايين المعلومات بتتقال عن مواضيع تخص حياتنا. فاحنا ممكن ما نقول يعني لا نرفض ولا نوافق. اوعي تفتكر انك انت لا رفضتي ولا وافقتي سمعتي وخلاص هي كده راحت لحال سبيلها. لا، دي دخلت واتسجلت. فلازم الموضوع يكون الإنسان يكون واعي جدا لكمية المعلومات اللي يوميا بتدخل على عقله الباطن وعلى السيستم بتاعه وتسجل. أنا هقف لكل معلومة أشوف أصلها إيه وفصلها إيه. طب ده ربنا قاله، طب ده ربنا ما قالوش، وهكذا وهكذا. ما تخليش أي حد يقول أي حاجة وتصدقيها، ما تخليش أي حد يقول أي حاجة وتسيبها تمر مرور الكرام. مفيش الكلام ده. في فطرة مهددة بالتلوث، مهددة بان هي تعوج. بناء على ايه؟ بناء على ان سيستم ابراهيم، سيستم الابراء، سيستم ابراهيم مش شغال، فشغال السيستم. انا انوي ان كل شيء هيدخل لعقلي انا هعمل له عملية فحص، اشوف اذا كان تمام اتفضل ادخل، مش تمام اتبرأ منه. وهكذا كانت ملة إبراهيم اللي من دونها هيبقى سفه نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.